السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. واليوم كمان برضو فيديو جديد أتكلم في قضية الطفلة جنات، لأن قضية الطفلة جنات قضية كل يمني شريف، والشرف شرف الجميع. القاضي يحيى عبد الكريم منصور عندما حكم على المجرم أحمد نجات 15 سنة بالسجن و5 مليون تعويض لأبو الطفلة جنات، هنا القاضي يحيى عبد الكريم منصور فصل الاختطاف عن الاغتصاب. فصل الاختطاف عن الاغتصاب واعتمد الاغتصاب فقط، واعتمد الاغتصاب وحكم على المجرم أحمد نجات هذاك الحكم بموجب الاغتصاب فقط، ولغى الاختطاف. لأنه عندنا في اليمن القانون اليمني، عندنا في اليمن إذا في شخص اختطف طفل واغتصبه فحكمه الإعدام، وإذا اغتصاب دون اختطاف فهنا الحكم من 3 سنة إلى 15 سنة بالسجن وغرامة مبلغ مالية. والقانون هذا مخالف لكلام الله، القانون هذا مخالف لكلام الله ويعتبر يعني قانون باطل. ولا من المفروض في القانون عندنا يكون في اليمن الشخص الذي يغتصب طفل يكون عقوبته إعدام. الشخص الذي اغتصب الطفل إعدام، خطف الطفل أو ما خطفوش، متزوج أو غير متزوج، اغتصب طفل إعدام، إعدام تعزير، علشان يكون عبرة للذئاب البشرية ولمن تسوي له نفسه. المهم يا جماعة الخير، خلوا احنا نرجع لموضوعنا. القاضي يحيى عبد الكريم منصور فصل الاختطاف عن الاغتصاب ولغى الاختطاف، لغى الاختطاف واعتمد الاغتصاب، وحكم على المجرم أحمد نجات 15 سنة بالسجن و5 مليون تعويض لأبو الطفلة جنات بموجب الاغتصاب فقط. طيب يا قاضي يحيى عبد الكريم المنصور، عندما فصلت الاختطاف عن الاغتصاب، عندما فصلت الاختطاف عن الاغتصاب ولغيت الاختطاف واعتمدت الاغتصاب وحكمت على المجرم أحمد نجات هذاك الحكم 15 سنة بالسجن و5 مليون تعويض لأبو الطفلة جنات، طيب باقي إثبات غير ذلك، باقي إثبات غير الاختطاف، باقي إثبات عندك مذكور في قرار الاتهام بأن المجرم أحمد نجات شخص متزوج، وعندك مذكور في قرار الاتهام بأن المجرم أحمد نجات شخص متزوج. كان بإمكانيتك أن تحكم على المجرم أحمد نجات بالإعدام بهذا الدليل وهذا الإثبات بأن المجرم أحمد نجات شخص متزوج. إذا كان شخص متزوج وزنا مع مرأة ويكون الزنا فيهم بالتراضي، يعني الاثنين يكونوا متراضيين، فحكم الإعدام، حكم الإعدام الرجم حتى الموت. فما بالك يا قاضي يحيى عبد الكريم منصور في المجرم أحمد نجات شخص متزوج واغتصب الطفلة جنات، الطفل الذي ما عمرش حتى 9 سنة. اتق الله في نفسك يا قاضي يحيى، اتق الله في نفسك. القضية هذه في ذمتك، الطفلة جنات هذه في ذمتك، لا سامحك ولا غفر لك، لا سامحك الله، لا سامحك ولا غفر لك.